يا مساء الفل عليكم، صباح الخير على حسب ما هتشوفوا وقت الفيديو. انا رانيا عاشور، صيدلانيه مهتميه بمنتجات البشره والشعر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ندبات حب الشباب زي اللي في الصوره دي او دي او دي. مش كل واحد عنده حب شباب شرط انه يطلع له الندبات، ومش شرط ان انت عشان ما بتفقعيش الحبوب اللي بتطلع في وشك ان انت كده معرضه ان انت ما يجيلكيش ندبات حب الشباب. ببساطه الموضوع نسبي وبيختلف من بشره للتانيه، بس الشيء الاكيد ان انت لو عندك حبوب ابتديتي تلعبي فيها ده هيزيد من سوء الامر. علاج ندبات حب الشباب هو حاجه وحيده موجوده بالاسم العلمي الايزوتريتينويد. دي بتكون فعاله بشكل ما لما بيكون عندنا الحبوب وبنستخدم لها العلاج، واللي من جوه العلاج ده هي ماده الايزوتريتينويد. اما بشكل عام الندبات علاجها في المقام الاول هي الجلسات، سواء فراكشنال ليزر، سواء التقشير على البارد، سواء جلسات الديرمابين، او سواء تقطيع الالياف. وده اللي بيعتمد ان الطبيب المختص بيدخل بابره رفيعه تحت سطح الجلد وابتدي ياثر على شكل الندبات اللي بتكون موجوده وعامله زي الحفر، وده هيقلل من شكلها ويخليها تبان تكون سطحيه. وبيتم استخدام معاها مواد معينه تحفز انتاج الكولاجين وتحسن من شكل البشره والمسام كوجه عام. ومش بس كده، نقدر كمان نعالجها بحقن خلايا جذعيه وجلسات الميزوثيرابي وجلسات البلازما. كل ده هيقدر يحدده الطبيب المختص. عشان كده انا بنصح ان انت ما تجريش ورا الكريمات والخلطات اللي هتعالج ندبات حب الشباب. وفري فلوسك ووفري وقتك وروحي للطبيب المختص اللي هيحدد معاكي انسب طريقه واللي هتعتمد على شكل ونوع الندبه. وخلي بالك لو انت هتعملي فراكشنال ليزر وتاثير كيميائي فانت المفروض ما تتعرضيش للشمس لمده من 4 ل 7 ايام، والا لو تعرضتي للشمس فانت هتسببي تصبغات. وكده تكوني عالجتي الندبات وفي نفس الوقت مبروك عليكي التصبغات. وبكده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات تانية كتير ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، وعلى اليوتيوب اعملوا سبسكرايب وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير.